عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناه لنتعلم مع اسماء. اليوم ان شاء الله البنات كما شفتوا في الصوره ديال لا فيديو غادي نحضر معكم مسمنه مورقه في الفران بلا كريم باتيسير. انا البنات هنا وجدت لا كريم باتيسير، غادي نحاول نختصر عليكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. المهم انا خدمت لا كريم باتيسير بنفس الطريقه اللي كنحضرها بها معكم دائما في الفيديوهات ديالي. حضرتها بالبودره ديال لا كريم باتيسير العاديه اللي كتباع جاهزه مع نسيطرو ديال الحليب. هنا البنات بعد ما طابت ليا ضفت ليها معلقه ديال الزبده وغادي نغطيها بواحد الميكا هكا ولا واحد البلاستيكه، وغادي نخليها باش ما تكونش ليا ديك القشره من الفوق. غادي نخليها تبرد وغادي نحضر معكم العجينه ديال المسمن. غادي نديرو عفوا 600 غرام ديال الدقيق الابيض، غنضيفوا عليها قبصه ديال الملح، قبصه ديال الخميره الفوريه، 2 معالق ديال السكر اولا 3 كيبقى على حسب الذوق، وغادي نضيفوا ساشيه ديال الفانيلا. هنا البنات غنضيف عندي في المقادير ساشيه وحده ديال الخميره ديال الحلويات بيكينغ باودر، ولكن انا ضفت هنا غير شويه حيت ديك القبصه اللي درت ديال الخميره الفوريه بانت ليا كثيره شويه. المهم غادي نضيف هنا 2 معالق ديال الزيت. غنعجن البنات هادشي كله بعد ما بسبستو، غادي نعجنو بالماء الدافئ. غادي نبدا نضيف الماء تدريجيا حتى نحصل على عجينه لينه بحال العجينه ديال المسمن تماما، يعني عجينه عاديه جدا، ما تكونش مرخوفه وما تكونش قاصحه. صافي بعد ما دلكت العجينه مزيان البنات غادي نغطيها ونخليها جانبا. غادي نوضعها في واحد البلاستيكه ونخليها جانبا ترتاح ليا شويه على ما تبرد ليا لا كريم باتيسير مزيان، عاد ندوز باش نخدم معكم. صافي بعد ما ارتاحت العجينه وبردت ليا لا كريم باتيسير ديالي غادي نخدم معكم. غادي نحاول نزول ديك البلاستيكه، ودائما كنستعن بالدقيق الابيض، كنرش مكان العمل بالدقيق الابيض باش العجينه ما تلتصقش ليا. كنحاول نجمعها هكا مزيان ونقسمها على 2. دائما مع الاستعانه بالدقيق الابيض. فبالنسبه للمسمنه ديالنا اولا الفطيره اولا البريوش اولا المهم سميوها كي بغيتو البنات، غادي نحضروها ب2 كرات ديال العجين. كل كره غادي تكون مورقه بوحدها، يعني نديرو 2 طبقات وبيناتهم لا كريم باتيسير. صافي كناخذ الكره الاولى كنحاول نطلقها ولا ندلكها تكون رقيقه. وهنا البنات راني وجدت لاطه فرشتها بورق الفرن. صافي غادي نحاول نطلق الكره الاولى، نطلقها مزيان مزيان تتكون رقيقه وتاخذ هذاك الحجم ديال لاطه اللي بغيت نخدم فيها اولا اللي بغيت نطيب فيها الفطيره. صافي بعد ما طلقت العجينه البنات هذا هو السمك اللي بغيت نحصل عليه، سمك رقيق. صافي غادي ندهن بالزبده، ضروري من هاد العمليه البنات وحاولوا تكثروا الزبده. انا راه ما كثرتش ولكن حاولوا تكثروا من الاحسن هكا اللي كتقد هكا على الدهنيات، من الاحسن تكثر الزبده باش كتجيكم الملفويه اولا المسمنه ديالكم مورقه مزيان وكيجيو دوك الوريقات اولا الطبقات ديالها مفروقين.
صافي بعد ما دهنتها كنحاول نقطعها بهذا الشكل هذا، وكنطوي بهذا الشكل. صافي بعد ما ساليت الكره الاولى خدمتها وورقتها، غادي ندوز باش نخدم الكره الثانيه بنفس الطريقه. وبعد ما خدمتها حصلت على جوج مربعات، غادي ندوز ناخذ المربع الاول اللي خدمت في الاول، يعني اللي سبقت، هو باش غادي نبدا باش يتطلق ليا دغيا دغيا. كنحاول كذلك نطلقوا للمره الثانيه. هنا فين خاصنا نطلقوها البنات بحجم المول اللي عندنا اولا اللاطه اللي بغينا نطيبوا فيها المسمنه، ماشي قبيله في الخطوه الاولى. كنعتذر منكم، هنا فين خاصنا نطلقوه بحجم المول اولا اللاطه. صافي بعد ما طلقتها غادي نفرشها في اللاطه، يعني هذه الطبقه الاولى كنحاول نقادها مزيان. صافي لا كريم باتيسير ديالي ها هي بردات، وشوفوا البنات بقات كما هي، ما فيها لا قشره لا والو من الفوق، يعني جات رائعه. حتى ديك الزبده ساعدت باننا نحصلوا على كريمه هكا زوينه ورطبه، يعني ما كتكتلش، واخا تبرد كتبقى شاده داك القوام ديالها. صافي كنحاول نخويها على العجينه، ضروري تكون بارده البنات، ما تخويوهاش وهي سخونه. وممكن في هذه الخطوه تضيفوا اي حاجه، ممكن تضيفوا لي بيبي شوكولا، ممكن تضيفوا الزبيب، ممكن تضيفوا الكركاع، اللوز، اي حاجه مهرمشه، اي حاجه بغيتوها نتوما ممكن تضيفوها. انا خليتها هكاك، درت يعني لا كريم هكاك بوحدها. كنحاول نقادها على السطح ديال الطبقه الاولى، كنقادها بشكل متساوي، وكندوز باش نطلق الكره الثانيه اولا المربع الثاني، وكنوضعو فوق لا كريم باتيسير كطبقه ثالثه. كنحاول نقاد من الجناب هكا. كنستعنوا بشي حاجه، اي حاجه البنات كنستعنوا بها باش اننا نسدو دوك الجوانب مزيان. انا هنا استعنت بسكين. صافي الخطوه المواليه هي اننا كندهنوا المسمنه ديالنا باصفر البيض. انا خففتو شويه بالحليب، ممكن نضيفوا شويه الخل كذلك. صافي كنحاولوا ندهنوا الوجه كامل، يعني ما كنخليو حتى شي بلاصه. وكنقطعوا بالسكينه البنات، كناخذوا العبار في النص وكنقطعوا يعني بالحجم اللي بغينا حنا وبالشكل اللي بغينا. ممكن تقطعوا على شكل مربعات اولا مستطيلات كي درت انا، ولا مثلثات. المهم هنا كتفننوا نتوما وكتبدعوا كما بغيتوا. صافي البنات، انا هنا بديت كنزين المسمنه، بديت كنزينها بالسمسم. ممكن تزينوا نتوما باي حاجه عندكم، ممكن تستعملوا السمسم الابيض، ممكن لوز ايفيلي تخليوها تطيب وديروا لوز ايفيلي. بالنسبه للقطع اللي ما زينتهمش غنخليهم تيطيبوا، عاد غادي نزينهم.
ها هما دابا البنات، هي الفطيره ديالنا بعد ما طابت غادي نزينوها بالشكلاط، شكلاط حبيبات. ممكن كما قلت لكم ديروا لوز ايفيلي ولا ديروا الكوك، المهم كتزينوا على حسب الرغبه. انا هنا بنتي بغات تعاونني وخليتها تعاونني، قالت لي بغات تزين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتبارطاجيوها مع اعز الناس. وشكرا لكم بزاف على التعاليق وعلى الوفاء والاخلاص ديالكم للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.